قاعدين على البحر في امان الله، لقيناها داخله علينا ببطيخه اصغر منها. اقول لها جبتي بطيخه بالحجم ده منين يا حور؟ تقول لي دي بيبي بطيخ اللي طلع ترند جديد. اقول لها طب هاتيها عشان اشوف ايه الاختراع اللي في ايدك ده. راحت سايباني وراحت رايحه مديها لعمها، وتقول لي انا جايباها انا وهو عشان نجربها مع بعض على البحر، مالكش دعوه انت. قلت لها عادي ولا يهمني، كده كده ماسه جايبه لي واحده تانيه، بس بصراحه بتاعتها كانت اصغر من بتاعتنا بكتير. المهم بقى ان بعد ما فتحت الاختراع اللي في ايديهم ده، ما توقعتش اصلا ان هيكون ده شكله من جوه. البطيخه من جوه شبه المانجا بالظبط، وتقريبا كده نفس حجمها. قبل ما ندوق بقى قلت اكيد هيبقى نفس طعم المانجا كمان، بس اتصدمت برضه. طعمها بقى بطيخ عادي جدا، وكمان مسكره جدا لدرجه ان حور دقتها من هنا وقامت عملت لها لايك من هنا. حلوه؟ هاتي بوسي، اعملي كده، يلا بوسي يا كوكا بوسي. لكن بقى اللي عجبتها اكتر وغرقت فيها حرفيا ماسه، مسكتها وما قامتش من عليها غير لما خلصتها كلها. كل يا كوكا يلا.